وين المعدلات؟ وين اللي يسوون الكبه بهالترتيب هذا؟ طبعا هاي الكبه مالت الرز كلش هوايه مرتبه ومعدله من ايد الوالده. هنا عندنا اللحم المثروم واكيد التمن مالت الكبه. راح نخليهن وين؟ مباشره بالمثرامه بعد ما سلقنا التمن مالتنا بهالترتيب هذا ينسلق كل زين. راح اضيف وياه فد حبه مالت بتيته اوكي مسلوقه واسويهن بنص المثرامه. بعدها هنا راح نبدا نفتح بيها وناخذ شويه، وهنا نجيب الحشوه مالتنا. طبعا ضايف لها الحشوه كرفس وبصل وسبع بهار وفلفل اسود فقط. اللي يحب يضيف كبابه او جوز الطيب بكيفه، اي نكهه يعجبه يقدر يضيف والبهارات اللي تعجبه. وبعد ما سويناها بهالشكل هذا وبهالترتيب هذا يكون الشكل الطولي. بعدها راح نسوي لكم الدائريه نسميها اوكي بهالترتيب هذا. وهاي كملت وشوف شلون حلوه. هنا عندنا الدهن مالتنا يكون حامي كل زين بالبدايه وبعدين النصي. ضيفونا على الانستغرام وسوون لنا لايكات حلوه على مود الوالده تنزل لكم وصفات كلش حلوه ومن ايديها. الله يبارك.